غنية جدا، وأبوه كان باشا ومفتش ري، واتربى في مدارس كبيرة، وكان المفروض يبقى موظف أو باشا زي والده. لكن قلبه كان رايح للفن والمسرح من وهو صغير. كان طفل صغير، وكان أول مرة يشوف المسرح في حياته، طبعا لما كان طفل في سوهاج. وفي اللحظة دي عشق التمثيل. ولما كبر سافر إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى علشان يتعلم التمثيل هناك. وطبعا اتعلم التمثيل على إيد ممثل إيطالي كبير، ورجع مصر وهو عنده شغف رهيب، وقرر يأسس فرقة مسرحية وسماها فرقة رمسيس، واللي كان من أقوى الفرق في مصر وقتها. نجاح كبير جدا حققه يوسف وهبة لما كان مش بس ممثل، ده كان مخرج ومؤلف ومنتج، وقدم أكتر من 300 مسرحية وأفلام كتير زي غرام وانتقام، وزي غزل البنات، وعاصفة على الريف. وكمان قدم رسائل قوية من أعمال عن الأخلاق والطبقية والإنسانية. طبعا اتجوز من واحدة من أغنى ستات مصر، وكان اسمها عائشة فهمي، كانت تكبره في السن، وجوازهم